because of the United Nations' role in deciding Eritrea's future in the 1950s, and its special responsibility. We thank Secretary General Boutros Boutros-Ghali and the member states for the role in supporting the referendum and our membership in the United Nations. We hope the United Nations and the member states will also play an active role in supporting reconstruction in our country, which has been devastated by 30 years of war. Once again, we are pleased to accept membership in the United Nations and wish to express our commitment to fulfilling our obligations as a member state of the world community. Thank you. I thank the chairman of the delegation of Eritrea. The Assembly will now hear an address. المشاهدون الكرام أينما كنتم، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. نحن في قناة القرن الأفريقي، أنا أبو بكر عبد الله سايق، سأقدم البرامج الشبابية وسأجري مختلف الحوارات، مختلف حوارات في هذه القناة، ولدينا برامج تخص مختلف فئات المجتمع، برامج ثقافية وبرامج اجتماعية وبرامج سياسية بما يخدم قضايا مجتمعنا وقضايا شعبنا. المشاهدون الكرام، وكما تابعتم في بداية هذا الفيديو الذي تم بثه الآن، نحن اليوم نحتفل بذكرى عملية فنقل المجيدة. نحتفل بذكرى عملية فورتو المجيدة. فورتو بالنسبة للمجتمع الإريتري وبالنسبة لمسيرة التغيير والثورة في إريتريا كانت محطة فاصلة، ومحطة أضاءت ومهدت الطريق لمحطات أخرى من أجل البحث في مختلف الطرق لإحداث التغيير المنشود في إريتريا من أجل السلام والعدالة والتنمية المستدامة. الفيديو الذي بدأنا به بثنا اليوم هو للمناضل الوزير أحمد الحاج علي. هذا الشخص هو من أحد قيادات عملية فورتو، وتم اعتقاله ضمن القيادات الذين تم اعتقالهم في خلال بعد عملية فورتو المجيدة خلال الأيام التي تلت العملية. والفيديو بيتضمن ويودي رسالة واضحة إنه من رفع علم إريتريا في الأمم المتحدة وكان أحد رموز الشعب الإريتري وخاطب الأمم المتحدة ورفع علم إريتريا في الأمم المتحدة، هو الآن يقبع في السجون دون أي محاكمات، دون أي تواصل، دون أي معرفة شيء عنه. فنحن في هذه المناسبة العظيمة، مناسبة فورتو، سنسلط الضوء على بعض المحطات التي تتعلق بعملية فورتو. فورتو هي لها ما قبلها ولها ما بعدها. ما قبلها بالذات الشخص الذي تابع الأوضاع في إريتريا خلال تلك الفترة يتأكد له تماما بأن هنالك حراكا ما يجري في وسط القيادات العليا في داخل البلد، وأن هنالك خلافات موجودة في داخل في بين القيادات في إريتريا، والشارع كان مهيأ لأنه هنالك شيء ما سيجري. تسمع الشائعات وتسمع الأقاويل وتشاهد بعض التحركات العسكرية الغير مألوفة في إريتريا. عادة أي مظاهر بتاعت عسكرية أنت ما بتشوفها خلال اليوم العادي بتاعك في وسط البلد، ولكن تشاهد أنه في الفترة دي شاهدنا بعض التحركات وبعض الدوريات وبعض المتابعة الدقيقة للقضايا في داخل البلد. وكانت سبيحة 21 يناير 2013 هي بداية لمرحلة جديدة، مرحلة
بتاعت اعتقالات، مرحلة بتاعت تسوية حسابات، مرحلة بتاعت إخفاء قسري لمناضلين قدموا من أجل القضية الإريترية العشرات. فمن خلال اللقاء في اليوم الثالث قدم الرئيس السياسي أفورقي خطاب أو أجرى مقابلة في التلفزيون الإريتري، وخلال هذه المقابلة استخف بالعملية ووصف قادتها بأنه عملية انتحارية، وأنه الشهيد ود علي سعيد علي الحجاي العقيد اللي هو كان موجود في داخل وزارة الإعلام، فوصفهم بأنه هؤلاء كانوا انتحروا، وكانت باستخفاف فيديو. ممكن نتابع فيديو رقم 2. عراي كبر بريزيدنت بأقطامي أخيبا كابينة منسترات كابترا خلنا أبتا أخيباهم كم استقلت نعسران حدن طري في تصامي عسران حدن طري زملكت حد حتوتات الوانمو نقرا من قدهات من السلي لا تقداين تحطون زيت ولا تي في تصامي عسران حدن طري بزملكت قد محجونا بميديا ولا حتى سقف نقر كم زيلن كم زي نبرن قريس كان يركاها بأنصارو قنا بسف هلالي معكنا زينا زقاوح زرباتات على بزعبو كذاب حجون كذا زغطل زخاب قمتا قالحي مبزعتو سلازي تهزبي حقني حبريتا من تخفلسي تزقاطما يكوناتات لك انتاي نيرو واجي بوزح أب عصو بعتي وياب خالق في العالم دي تفسم نجار عكونا كل سبدو عليه مالتي انتي تقلص الله نهي له محاتي تواسي نتشعد نجار كنا تاترا تقلص تقل حدش كنت مهزود دلي ولا تنتنا دلي غير يلا ندقا دلاي خوت دلاي تنقل دلاي هنا عينت ترجمات كيف دلاي زارب إليجن شعد نجاره أخيواني ربزا بتاعي أبزينا همزة الرهيبو تباهيلو ذهنا سبت فلتا نجار يقولون عندبتي أنا نيرة منسترات نيرة بحري منسترات مسيهم كوفيلنا تاي ترهبة تباهيلو داي قدمون كتفلتات كلا لا كان تاي موانو خيفلت كاس بالكات رقوميتات كتيب ذهنا قبر ملسخ توسدونا أي كألني بار كمزي هناتات لدلس بقى سبات كيدا مركو تبايلو. مرة أخرى مشاهدينا الكرام نرجع لعملية فورتو وما تابعها من تبعات. فورتو هي شعلة التغيير التي تلألأت في الأفق منذ أحد الثورة. التغيير في أي بلد هو سنة الحياة. التغيير مفترض يحدث من داخل النظام ببرامج مدروسة مرحلية انتقالية يتم تدارسها من قبل أبناء المجتمع، من قبل المستنيرين في المجتمع، من قبل المثقفين في المجتمع، من قبل مراكز الدراسات، من قبل الدولة، من القيادات التنفيذيين، أنه يقدموا أنه مرحلة جديدة. كل مرحلة بتتطلب جيل وتتطلب رجالات وتتطلب مرحلة الناس يجب أن تناضل فيها بشكل مختلف. ولكن في إريتريا الجمود يسود حتى الآن. نحن من فترة بتاعت 33 سنة النظام لم يجري أي تحديث أو أي تغيير في داخله، فجرت محاولات عديدة لتغيير، كانت جزء منها مطلبية كما شاهدنا عام 1993 في تحرك الجيش واعتقالهم للرئيس السياسي أفورقي والتفاهم معه، ثم إطلاق سراحه، ثم وكانت حركة مطلبية كان هدفها كان الرواتب. ثم جرت بعد ذلك عدد من القيادات كانت بتكتب رسائل، بتكتب لمراحل، ثم بدأت مرحلة الدستور. وده كله الناس في إريتريا كان يبحثوا طريق ما لإحداث تغيير في إريتريا، وإحداث تغيير يسود البلد، يقود البلد إلى السلام وإلى الديمقراطية وإلى الاستقرار وإلى التنمية. فلما اندلعت الحرب الأثيوبية الإريترية 1998، ودي كانت فرصة بتاعت إنه توجيه كافة القدرات، توجيه كافة الإمكانيات، تأجيل كافة البرامج من أجل التصدي للهجمة الشرسة التي شنتها إثيوبيا على إريتريا
وتابعنا تلك الحرب المأساوية خلال 3 أعوام، وكللت باتفاق الجزائر وترسيم الحدود على الأقل على الخريطة، إن لم يتم ترسيمه على الأرض حتى الآن لاعتبارات خلافات سياسية موجودة بين النظام في إثيوبيا والنظام في إريتريا، وحتى الداعمين الدوليين من الأمم المتحدة وإلى آخره انسحبوا وأخذوا قواتهم من الحدود وتركوا الأمر لقيادة البلدين أنه يتم ترسيمه. إن لم يتم ترسيمه على الأرض فهو موجود ضمن الخرائط تم اعتمادها في الأمم المتحدة وموجودة في ضمن وثائق الأمم المتحدة. طيب بعد ذلك جرت محاولات إحداث تغيير. الحرب انتهت وبدأت مجموعة 15 التحرك، فيهم قيادات كبيرة يتقدمهم بما الشخص كان يشغل مسابة رئيس وزراء، رئيس الحكومات المحلية شريفو، وآخرين كسر قيادات كبار في داخل الجبهة الشعبية. كانوا همهم الأول هو إحداث تغيير سلس للانتقال في إريتريا من مرحلة الحرب التي كانت استمرت لمدة سنوات إلى مرحلة دستورية، مرحلة تفعيل الدستور، مرحلة بناء مؤسسات الدولة، مرحلة طي مرحلة الخلافات وطي مرحلة الحروب. ولكن تلك المحاولات أيضا فشلت، وتم اعتقال عدد كبير من القيادات، وتم اعتقال عدد كبير من الصحفيين، وتم إغلاق الصحف، وبدأنا في مرحلة عسكرية جديدة تم تكريس فيها القوى العسكرية من أجل إحداث تنمية في البلد. ولكن تلك التنمية أيضا شاهدناها لم يكن لها أي نتائج على مستوى إحداث تغييرات في حياة المواطن أو تغييرات في اقتصاد البلد أو تغيير نحو الرفاهية. المحاولات للتغيير استمرت، وكانت آخرها كانت محاولة فورتو. ففورتو هي جزء من نضالات الشعب الإريتري نحو الحرية، بحثا عن الحرية. الحرية لا تعطى، الحرية الإنسان يدفع لها ثمن. استقلال إريتريا جاء بعد 30 سنة من الحرب المتواصلة الطاحنة ضد الشعب الإريتري الأعزل، سواء كانت وثورتنا كانت تناضل بإمكانياتها المحدودة، وانتصرت إرادة الإنسان الإريتري ووصلنا إلى أسمرة 1991. الآن بعد مرور 33 سنة من الاستقلال ومرور 11 عام من عملية فورتو 2013 حتى الآن نفس النهج مستمر. التغيير اللي كان منشود في إريتريا يجب أن يتم هو التغيير. الكل يتمنى أنه بلادنا لا تنجر إلى الحروب الأهلية، بلادنا لا تنجر إلى العنف، بلادنا لا تنجر إلى ما آلت إليه دول أخرى في المنطقة. فالتغيير هو من سنة الحياة كما هو معروف. فكانت عملية فورتو، وفي طريق التغيير تأتي عملية فورتو في مقدمة المحاولات ما يتميزت به من جرأة وشجاعة وتضحية، وما زالت تفاصيلها يكتنفها الغموض. وبما أنني كنت في موقع الحدث وتابعت بعض التفاصيل بدقة واهتمام بالتوثيق ونقل ما جرى إلى عامة الناس المحاصرين في الوطن وهؤلاء الذين يعيشون في الخارج. عملية فورتو كما تابعنا لم تكن عملية قام بها إقليم معين كما تابعنا الخطابات الأولية للرسائل التي كانت ترسلها الأجهزة في إريتريا، ثم وصفت بأنها عملية تابعة لأبناء المسلمين في إريتريا، ثم تابعنا أيضا بعد ذلك أن هي عملية تخريبية وأن قامت بها مجموعة قلة قليلة وإلى آخره. ولكن هي العملية كانت عملية سياسية، عملية عسكرية، شارك في عدد كبير من القيادات العسكرية من مختلف القوميات الإريترية بما فيهم مسيحيين بما فيهم مسلمين، مختلف القوميات. كانت نقلة نوعية في طريق إحداث التغيير في إريتريا. فورتو بالوثائق المتوفرة منها حتى الآن، باعتبار أنه معظم قادتهم موجودين خلف القضبان ومقيبين قسريا، ففورتو هي شعلة مضيئة في طريق التغيير. ولكن هذا الطريق وعر، طريق وعر، ويحتاج إلى تضحيات ويحتاج إلى جهد وإلى توعية من أجل أن تصل رسالة التغيير إلى ما يطمح إليه الشعب الإريتري: سلام واستقرار ووحدة وتعاون وتنمية في بلدنا العزيزة إريتريا. طيب أنا حأعرض بعض المشاهد في عملية فورتو. إنه 6 دبابات
تقتحم وزارة الإعلام الإريترية في أسمرة، وجزء منها يتمركز في داخل الوزارة، جزء منها في بوابة الوزارة، وهنالك دبابات فعلا دخلت وتمركزت في داخل الوزارة، وهنالك قيادات عسكرية بدأت تتحرك في داخل وزارة الإعلام، والقوة اللي كانت مكلفة بحراسة مبنى وزارة الإعلام تم سحبهم وتم إغلاقهم في إحدى المساكن المخصصة للحراس في داخل الوزارة. وبهذه الطريقة شاهدنا أنه أكثر من 200 جندي، حوالي 200 جندي مدججين بأحدث الأسلحة دخلوا إلى داخل وزارة الإعلام. عدد من سيارات دفع رباعية بها رشاشات، صواريخ محمولة على الكتف وأجهزة اتصالات، ناقلات جنود. وهنالك كان العقيد سعيد علي الحجاي والعميد صالح عثمان الشهير، أحد أبطال إريتريا وأحد الذين سجلوا اسمهم بمداد من ذهب في المواجهات الأخيرة في جبهة عسب سنة 2000، واستطاع أن يواجه بقلة قليلة من جنوده الجيوش الأثيوبية، وتم تثبيت المعركة في ضواحي عسب، وكان هنالك الانتصار الكبير بالنسبة للجيش الأريتري في حربهم ضد ويان تيغراي. الوزارة كان مفترض يتم هنالك عقد اجتماع في داخل قاعة هجر، هي قاعة في داخل وزارة الإعلام لمجلس الوزراء والقيادات العسكرية والقيادات حكام الأقاليم، ولكن يبدو أنه الشيء ما أنه الاجتماع لم يتم عقده هنالك، والقيادات العسكرية كانوا يبحثوا في من أين الاجتماع، وين مجتمعين القيادات، ويبحثوا كانوا في داخل الوزارة. هذه المعلومات اللي كانت متواترة لدينا في داخل من الناس اللي كانوا داخل الوزارة في تلك اللحظة. عملية فورتو وما تلتها كما تابعنا أنه هنالك حدثت في داخل هذاك اليوم في أثناء خلال فترات اليوم الطويل والذي امتد لساعات طويلة انه العقيد سعيد علي الحجاي اصطحب مدير التلفزيون اسماء اللاشو، وبدأ قراءة البيان الأول من داخل التلفزيون في القناة الأولى. القناة الثانية هي قناة أرضية، في القناة الأرضية، وشوهد لمدة 3 دقائق، ولكن لم يكمل البيان الذي كان يتضمن إطلاق السجناء، إطلاق الحريات، المطالبة يعني كل البيان الذي وصل للناس أنه كانت حركة فيها مطالب، ومطالب أعتقد مشروعة في أي بلد يطمح في التطور والتنمية والاستقرار السياسي. بعدها من خلال اليوم أنه افترض هنالك وحدات عسكرية أخرى بتدخل داخل الأسمرة، ولم تصل هذه الوحدات، وانتظرت القيادات العسكرية اللي كانت في داخل وزارة الإعلام، ثم بدأوا بالخروج منها تباعا وتركوا الوزارة. في عجالة أيضا أنا حأذكر بعض المعتقلين في إريتريا اللي هم القيادات الكبيرة، أسماء من القيادات، قيادة عملية فورتو. في المرادل عبد الله جابر مسؤول الشؤون التنظيمية للجبهة الشعبية والديمقراطية والعدالة، اللواء عمر طويل قائد منطقة العمليات الوسطى وهيئة الأركان، مصطفى نور حسين حاكم إقليم الجنوبي، أحمد الحاج وزير الطاقة والتعدين، العقيد سعيد علي الحجاي قائد سلاح المدفعية والفرقة الفرقة العسكرية 42، العميد صالح عثمان قائد الفرقة العسكرية 17، إبراهيم توتيل قيادي سابق باللجنة المركزية للجبهة الشعبية وقائد من قيادات الثورة الإريترية في عهد جبهة التحرير وفي عهد الجبهة الشعبية، والأمين شيخ صالح مسؤول سابق بإقليم شمال البحر الأحمر، حاكم الإقليم شمال البحر الأحمر سابقا، العقيد سليم علي قائد عام شرطة إقليم عنسبة، العقيد محمد نور عثمان قائد عام شرطة الإقليم الجنوبي، المقدم أبراهام قبر ميكائيل الفرقة العسكرية 49 قائد اللواء الثاني، مقدم برهيء عقبة ميكائيل الفرقة 43 قائد اللواء الثالث، الرائد عمر محمد مسؤول قسم التدريب بالقوات الجوية، السفير عثمان إدريس جمع، العقيد حسن صالح، المقدم أحمد رشيد ودرشيد، المقدم محمد أحمد عثمان إسحاق، النقيب أحمد محمد موسى، السيد حامد حاج،
رمضان صالح مسؤول الشؤون التنظيمية للجبهة الشعبية بإقليم عنسبة. القائمة أيضا قائمة هنالك عملية فورتو كما تأكد الوثائق أنه لم تكن عملية تابعة لإقليم معين أو لدين معين أو لعرق معين، أو هي عملية شارك فيها كبار القيادات، سواء كانت قيادات تاريخية وقيادات عسكرية ناضلوا في الثورة الإريترية من بواكير شبابهم. فسنجد أنه من القيادات العسكرية من التجرينيا وهم مسيحيين، بالإضافة إلى أخوتهم. نحن هذا التصنيف عادة في إريتريا ما نستخدمه، لأنه مجتمعنا مجتمع متصالح، مجتمعنا مجتمع متعايش، مجتمعنا مجتمع ثورتنا كانت الكل يناضل فيها والكل استشهد فيها، واختلطت دماء المسيحيين بدماء المسلمين، وكانت ثمرة هذه النضالات وثمرة هذه الوحدة وثمرة هذا التضافر كانت الاستقلال عام 1991 وإعلان الدولة الإريترية المستقلة. نحن أنا حاحاول أذكر هذه الأسماء لسبب بسيط، أنه هنالك شائعات وهنالك رسائل خرجت من قبل جهات نافذة في داخل إريتريا وحاولت توصف أنه ده ده مجموعة إسلامية أو مجموعة تابعة لإقليم معين، أو توصيفات اللي صدرت دي ما كانت صحيحة، بدليل أنه هذه الأسماء اللي حأذكرها أنا هم من المسيحيين ومختلف قوميات إريتريا، مختلف أقاليم إريتريا. سأذكر منهم العقيد تسفى مريم هيلي ود أمريكا المدير التنفيذي للإقليم الجنوبي، العقيد أسملاش قبريز جابهير، المقدم ألم منغستاب غزوة من الفرقة 42 قائد اللواء الثاني، المقدم أبراهام قبر ميكائيل جليوا الفرقة العسكرية 49 قائد اللواء الثاني، المقدم برهي قبريز جابهير عن شواء الفرقة 42 قائد اللواء الثالث، العقيد يوسف قبر ميكائيل والدقشي قائد اللواء الرابع، المنادي أورون أبرها هندسة سكرتير الجبهة الشعبية للإقليم الأوسط، المقدم هيلي ميكائيل حقوس نائب قائد فرقة، تصفهيوت قائد كتيبة، قريء قائد كتيبة، الشاب هجر غانزاي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا ومسؤول الاتحاد بالإقليم الأوسط. هذه القائمة هي دليل ناصع بأنه عملية فورتو لم تكن عملية شارك فيها، هي كانت عملية شارك فيها كله أبناء الشعب الإريتري ومعظم القيادات اللي شاركت فيها، ولدينا صور الدبابات وصور لكبار القيادات الذين شاركوا في هذه العملية، ولدينا اللقاء الذي تم كما شاهدناه، اللقاء تم مع الرئيس السياسي أفورقي في اليوم الثالث للعملية، والوصف الذي ورد فيه وهو وثيقة موجودة الآن يمكن بس تم بثها في ضمن هذا البرنامج. فورتو يتم الاحتفاء بها في الداخل سواء كان سرا أو علنا، يتم الاحتفال بها علنا في الخارج وسرا في الداخل، وهي عملية نستطيع أن نقول فيها هي تضحية من أجل طريق الحرية. طريق الحرية هو طريق شاق، وسوف لن يأتي بالأمنيات أو بالنداءات، سوف لن يأتي برفع الرايات البيضاء، ولكن سوف يأتي بتضحيات أبناء هذا الشعب الإريتري، لأن الشعب الإريتري يستحق أن ينال حريته، يستحق أن ينال استقلاله، يستحق هذا الشعب أن يكرم وأن تحترم كرامته في داخل بلده. هذا الشعب الذي قال لا للاستعمار، قال لا للتقسيم، قال لا للانضمام، قال لا لكل المحاولات التي كانت ترقب في تفتيت إريتريا، كل المحاولات التي كانت تهدف إلى جعل إريتريا جزء من إثيوبيا، الإمبراطورية الإثيوبية. كل المحاولات، هذا الشعب قدم تضحيات لا حصر لها، تضحيات، مجازر، حروب، لجوء، تهجير، كل ده الشعب الإريتري يتحمله من أجل أن ينال استقلاله وأن ينال حريته. وهذا الاستقلال تم بجهود كافة المناضلين من 1961 حتى 1991، وكانت الفرحة الكبرى عام 1991 في إريتريا بدخول أبطال الجيش الشعبي إلى أسمرة، وتنفس الشعب الإريتري السعداء ونزح. بدأت الهجرة العكسية، العشرات تركوا وظائفهم، تركوا بلدان اللجوء،
بلدان المهجر من أوروبا، من أمريكا، من أفريقيا، من أستراليا، من المحيط، دول المحيط، السودان، إثيوبيا، جيبوتي، اليمن، والدول الخليجية كان فيها جاليات إريترية كثيرة، كلهم حضروا إلى إريتريا من أجل أن يساهموا في عملية البناء، من أجل أن يساهموا في بناء دولة إريترية مستقرة ذات سيادة. وللأسف الطموحات، أي أمبيشن كان للشعب الإريتري في بعد 1991 بدأ يتلاشى، وبدأت الهجرات العكسية. رويدا انه في جزء من الشعب الاريتري بقى يهاجر الى الخارج، وجزء من الشعب الاريتري بدأ يخرج من البلد سرا. وبدأت المرحلة الثانية، مرحلة هجرة الشباب الاريتري من داخل اريتريا بكميات كبيرة. الشباب الاريتري بدأوا الخروج من اريتريا لأهداف. الأوضاع في اريتريا التي لم تتغير ولم يحدث في أي تغيير، في سواء كان في النهج بتاع الخدمة الوطنية، سواء كان النهج في إدارة الدولة، سواء كان النهج في كيفية استيعاب هؤلاء الشباب وتوفير يعني متطلبات الحياة من رواتب، من تأهيل، من تدريب، وكل ده كان هو جزء من انه العوامل التي ادت هذا الشاب انه يخرج من البلد، انه ما وجد فرصته في بلده. انت في بلدك اذا ما وجدت الفرصه وحتبحث عنها في الخارج. كان جيل كامل، 3 أجيال بعد التحرير، يعني أي طفل كان عمره 1985 الآن عمره اقترب من 38 سنة. فهذا هو القيادي المفترض يقود البلد الآن، هو ده الشخص اللي درس، اللي تعلم، اللي تأهل، اللي الدولة أنفقت فيه حتى وصل مرحلة بتاعت سواء كان يتخرج من الجامعة أو أكمل مرحلة ثانوية في ساوة وبدأ يعمل في داخل البلد عشان يستقر في بلده. مفترض تتوفر له كافة سبل البقاء في البلد، ينال حقوقه كاملة. هو في داخل البلد هو مستعد للدفاع عن بلده في أي لحظة. هذا مش موضوع نحن في محل خلاف فيه، ولكن الطريقة التي يخرج بها الشاب الإريتري تهريب عبر جيبوتي ولا عبر البر إلى جيبوتي أو إلى إثيوبيا أو إلى السودان أو بحرا إلى اليمن أو بطرق ملتوية تجبر هذا الشاب إلى الخروج من إريتريا، هنالك عوامل تجعل هذا الشاب يخرج. العوامل التي تجعل هذا الشاب يخرج هي أنه الحياة الكريمة من أجله أنه يخدم فيها نفسه ويخدم أهله ويخدم عائلته لم تتوفر. التغيير في إريتريا الكل كان يتمنى أنه هذا التغيير وأنه يأتي من داخل مؤسسات الدولة، من داخل بخطط استراتيجية آنية تضع مستقبل الشعب الإريتري في الحرية والسلام والوحدة التي يتقنى بها الناس في إريتريا ويتقنى بها أنصار النظام ويتقنى بها المعارضين الإريتريين في الخارج. يجب أن يتم صيانتها في داخل إريتريا، ولكن هذا أيضا لم يحدث. ومن خلال المتابعة ومن خلال النتائج التي وصلت إليها إريتريا اليوم، فنلاحظ أنه العشرات من أبناء إريتريا، العشرات هم خارج إريتريا. وفي خلال البرامج المستقبلية التي سيتم إعدادها في هذه قناة الرقم الأفريقي سنسلط الأضواء على معاناة الشباب، على همومهم، على قضاياهم، على ما تعرضوا له من معاناة في داخل إريتريا أو طريق الهروب إلى إريتريا والوصول إلى سواء كان إلى السودان أو إلى اليمن أو إلى ليبيا أو إلى عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا وما يعانوه حتى في بلدان المهجر. هؤلاء الشباب سيتم تسليط الضوء عليها، ومن أجل إحداث حفاظا على وحدة الشعب الإريتري وحفاظا على إريتريا أرض وشعب، وتكون لها سيادة كاملة في أرضها، وتكون دولة تحتضن كل أبنائها، دولة تتاح فيها حرية الرأي والرأي الآخر، دولة تبنى بالقانون، تبنى بالمؤسسات، تبنى هذه الرسائل اللي نحن نهدف إلى إيصالها لكل الناس. لأنه إريتريا بتعني الجميع. إريتريا لا تعني الحكومة ولا تعني المعارضة ولا تعني أنصار النظام ولا غيره. أي إريتري هو معني بهذه القضية، معني بقضية الشعب الإريتري. فبالتالي كل الأحداث اللي حصلت في التغيير من أجل
أن تكون إريتريا دولة فيها مؤسسات، دولة قوانين، دولة فيها تنمية حقيقية على الأرض يحس بها المواطن، دولة صحيح أن هنالك مؤسسات، هنالك مشاريع شفناها، لكن مدى تأثيرها على حياة المواطن، مدى دعمها للاقتصاد الوطني، مدى دعمها للتطور في داخل البلد، بنشوفه إذا كان رجعنا له فنجده هو صفر على اليمين، ما في لا معنى له. فبالتالي فورتو كانت محطة وستظل شعلة في الطريق إلى الحرية وإلى السلام والاستقرار وإلى الوحدة الوطنية، وهذه هي رسالة فورتو. وبهذه المناسبة أشكر إدارة قناة القرن الأفريقي لاختياري لتقديم هذه البرامج ضمن سلسلة من البرامج التوعوية، برامج ذات علاقة اجتماعية، ذات بعد اجتماعي، ذات بعد سياسي، ذات بعد ثقافي، لتنوير الشباب، وقناة برامج تكون قريبة من الشباب وتعكس همومهم وتعكس طموحاتهم وتطلعاتهم من أجل بناء، من أجل إريتريا ومن أجل المحافظة على هويتهم الإريترية، من أجل أن يعملوا ويجتهدوا وحشد الرأي العام الإريتري من أجل دعم قضية التغيير في إريتريا، إريتريا المستقبل. وشكرا لكم ومساءكم خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.